صباح شريف لطيف عفيف، مش مشكله. الساعه 12 اداره المخاطر قالت لنا على 5 حاجات. احنا المره اللي فاتت اتكلمنا في ايه؟ اتكلمنا في الحوكمه، مسؤوليه، محاسبه بشفافيه وعداله. لما دول ما بيحصلوش، في 5 حاجات مصايب وبلاوي هيحصلوا في اي شركه وفي اي بيت، فيسببوا انهيار الشركه او انهيار البيت. ايه بقى ال5 حاجات دول؟ تاني انا باكد، احنا قلنا ايه؟ لازم نعين المسؤوليه على بعض، الازواج والزوجات. في الشركات لازم مصفوف صلاحيات ومسؤوليات واضحه ومفصله على جميع المستويات، من اول الجمعيه العموميه لمجلس الاداره اللجان المنبثقه للاداره التنفيذيه بمستوياتها. في البيت ممكن تبقى ماشيه بدل ما هي يعني فيرتيكال كده، ماشيه ايه هوريزونتال. هو مين فينا مسؤول عن ايه في الصلاحيات والمسؤوليات؟ من اول الجمعيه العموميه برضو اللي هم كان فيها الاب والام او الحما والحما والايه مش عارف، ماشي، الراجل يعني بابا ومامه الزوج والزوجه والايه عشان الاضاءه بس، والازواج بيقسموا صلاحياتهم ومسؤولياتهم ازاي. ما حصلش ده بقى في 5 حاجات. ال5 حاجات دول زي ما قلنا بيبوظوا الدنيا شويه. الا هو ايه بقى؟ قالك اول حاجه البريشر. بيسموهم ايه بقى في اداره المخاطر؟ الفرود ريسك فاكتورز، اي عوامل ان يكون في فرود، ان يكون في احتيال. ايه الاحتيال اللي احنا بنشوفه دلوقتي؟ زوجه بتقتل جوزها، جوزها بيقتل زوجته، واحد بيقتل عياله، الناس بيتخانقوا مع بعض، الاخوات بياكلوا ورث بعض، كل الكلام ده بيحصل ليه؟ كل الكلام ده بيحصل ليه؟ قالك بسبب 5 عوامل، 5 مراحل كده. الموظف بتاع القطاع الخاص ولا العامل مرتشي، او بيرتشي ليه؟ عشان 4. الزوج والزوجه كل واحد فيهم بيظلم التاني ليه؟ ابتدى الموضوع بحاجه من ال5 اللي احنا هنتكلم فيهم. الشركه دي ممكن تنهار. الراجل اللي نط من البلكونه، نط ليه؟ في شركه ما. الراجل اللي ضرب العميل في احدى الفروع، ضربوا ليه؟ ال5 حاجات دول. اول حاجه قال لك البريشر، الا وهو ايه؟ الضغط المالي او النفسي. فطول ما انت عامل ضغط مالي ونفسي، مالي او نفسي او الاثنين، على الموظف بتاعك، على مراتك، على جوزك، على ابنك، هيطفش منك. فالراجل من كتر الضغط ممكن ينط من البلكونه، ممكن يضرب العميل، ممكن يأذي مراته، ممكن مراته تأذيه. الضغط بس. فالضغط لازم تحط كده ميجر كده. يعني النهارده الراجل اللي هو خلى الراجل ينط من البلكونه، ايه اللي حصل؟ هو كان عنده تارجت، كان حاطط كنترول. الكنترول ده يا جماعه لازم نحقق مش عارف ايه، فتشغل الراجل 24 ساعه وكمان تخصمه مرتبه. فهو حطه تحت ايه؟ ضغط مالي ونفسي. حط بقى الفاكتور الثاني، قال لك لو في ضغط مالي ونفسي، حط فوقيه بقى انسنتيف اللي هو الحافز. فالحافز ايه؟ اللي انا عايز انتقم. الحافز ايه؟ اللي انا عايز اكل عيالي. الحافز ايه؟ ان الراجل ده بياكل وانا ما باكلش. الراجل ده نفسي اركب ونفسي اغير الموبايل، فانا نفسي ادي كتف للي جنبي واطلع البوزيشن ايه في التايتل مكانه. نفسي ان انا اترقى، نفسي ان انا احقق، نفسي يكون احساسي بكياني، نفسي ان جوزي يعاملني بالطريقه اللي انا عايزاها. فانا عندي حافز، والحافز دي مش بتبقى حاجه وحشه، لان الحافز ده بيبقى جوانا كلنا، مفيش اي حاجه فيه جديده، كلها عوامل انسانيه بحته ربنا خالقها جوانا. ايه بقى الفرصه؟ الاوبورتيونيتي. فتخيل واحد عنده ضغط مالي ونفسي، وبعد كده عنده حافز لانه عايز يعيش او ياكل عياله او يغير العربيه او يغير الموبايل، وانت اديت له فرصه بقى كمان. يعني ايه فرصه؟ فرصه للانتقام. فعندك خرق رقابي يسمح له ان هو ما فيش حد بيراقبه كده، الموظف اللي في هيئه ما فيش حد باصص له، فيبقى بيبتزك انت كمواطن او كعميل عشان ياخد منك فلوس، عشان ايه؟ عشان ياخد ايه؟ المصلحه بتاعته، عشان يقضي لك المصلحه بتاعتك. فهو في خرق رقابي ما. انا النهارده ضاغط على ابني بضغط مالي ونفسي، وهو الولد عنده حافز وعايز يكون فرحات مراهقه وعايز يكون شخصيته، وعنده الفرصه ان هو ايه الفرصه دي؟ اللي انا سايب له الحبل على الجارب، ان هو بيرجع الساعه 2 3 بالليل، اللي انا ما بسالوش هو ماشي مع مين ورايح فين وجاي منين، ان هو ما حدش بيراقب الموظف اللي في الهيئه ما عشان ياخد رشوه وما ياخدش رشوه. فهو عنده الفرصه، ما حدش بيراقبه ولا حد بيريكونسايل، لا هو في بنك عند حد عامل حاجه على السيستم عشان ما حدش ياخد باله منها، فهو عنده الفرصه. فهنا ال3 دول، انت حضرتك كمتخذ قرار، لسه فاضل 2. كمتخذ قرار النهارده كراجل مثلا صاحب شركه، مدير اداره، دايركتور، زوج او زوجه، فعندك زوجتك وعندك عيالك، وانت الزوجه عندك جوزك، بتعمليه ازاي وايه؟ فانت لو حطيتي او هو لو حط او الموظف لو رئيس صاحب الشركه حط الضغط المالي والنفسي على البارتنر اللي معاه او الحد اللي معاه، وبطبيعه الحال وطبيعه خلقتنا عندنا حوافز كتيره قوي بتحركنا وتختلف من راجل والست، وعندنا خرق رقابي او عندنا فرصه اللي احنا نعمل حاجه غلط. الموضوع بيتوقف على حاجتين،
يجي اول حد بياخد رشوه، ولا اي حد بيظلم مراته، ولا اي واحده بتظلم جوزها، او بيجوا على عيالهم، بيبقى اول حاجه يقول لك ايه؟ الراشناليزيشن او التبرير. يعني ايه التبرير؟ قال لك ان انا ببرر باشا، لا معنى عشان اربيه. ايه عملت ايه عشان تربيه؟ مسكته رنيته علقه بالخرطوم، جبت وشه مكان قفاه. فايه اللي حصل؟ مسكتها على رنتها علقه، هي راحت جابت بلطجيه وراحت جايه، صح؟ ما هي كل الكلام ده شغال بقى. الراجل الموظف، انا ماليش، انا مش فاتح يا جماعه، سوري، صاحب الشغل، انا مش فاتح جماعه خيريه، لا انا هضغط واقرص لغايه لما الراجل عمل له ايه؟ الراجل اما كان هيولع في شركه، اما كان هينط من البلكونه، باي ذا واي. فانا هنا بالنسبه لي، انا بتكلم انا بقى اللي هو عندي عليا الضغط المالي والنفسي، وعندي حوافز بتحركني، ورغبات مكبوته بتحركني، وعندي الفرصه. فانا بالتالي فاضل ايه عشان اكت بقى؟ عشان اضرب، عشان امد ايدي، عشان اتحرش واحده ماشيه في الشارع. ما انا عندي كل الكلام ده، ما انا عندي ضغط مالي ونفسي اهو، وعنده الحافز وعنده الفرصه ما حدش شايفها في الشارع، فايه انا اتحرش بيها. اشوف التلاته لازم يكونوا موجودين، باي ذا واي. على فكره هو لو جوه اسم الشرطه مش عارف يتحرش بيه. لو هو الدايركتور بتاعه بس قدام السي او، مش هيعرف يعني يتحرش بيه ماليا ويخصم منه ويزعق له عشان يبقى ان هو مدير كويس. ما هي الفرصه. لذلك ان في بعض الموظفين او بعض الدايركتورز او بعض رؤساء القطاعات او بعض السي اوز، رؤساء التنفيذيين، انه يعزل تماما نفسه عن الشركه. دي حاجه بتموتك وتموت شركتك، لان انت ما بتاخدش معلومتك الا من الناس اللي فوق، اللي هم كل واحد فيهم بيخاف على مصلحته. فهو التلاتة عندهم ضغط مالي ونفسي، لان هو عنده عربيه وراكب عربيه بس عايز يطلع ايه؟ يصيف في المالديف، وعنده الحافز طبعا عشان يصيف هناك، وعياله بيزنوا عليه في الضغط، وعنده الفرصه ان هو يضغط على الناس، لان السي او اصلا مش بيسالوا في اي حاجه بالنسبه للناس، يولعوا الناس مش مشكله، ال100 منهم بجنيه. في البيت نفس الموضوع، انت عندك الحافز لان انت الراجل اللي معاك في فلوس وهي مش شغاله، او هي اللي معاها الباور في حاجه معينه فبتضغط عليه، ولا باباها مش عارف مين فبيضغط عليه. انتوا الاثنين كاب وام بتمارسوا الضغط المالي والنفسي وعلى عيالكم، وهم عندهم الفرصه والحافز. فبالتالي العيال هتنحرف. ايه اللي هيتفضل الاثنين؟ قال لك راشناليزيشن، الا وهو التبرير. فانا هبرر طالما انا فوقيه الحاجات دي، هبرر بقى اللي انا عامل حاجه غلط. باشا ما كله بياكل، ما كله بيفتح الدور. ما هو يعني هو بابا اللي بيصحى لغايه مش عارف، هو مش فاهم يا عيني الولد، بيصحى لغايه الساعه 3 بالليل وانا الاقي الساعه 9، ما انا مش فاهم يعني اشمعنى انا يعني. ما كله بيفتح الدرج بياكل، ما كله بيظلم. لا ما هو معلش، عشان برضو هم بيستهبلوا، هم يعني مش عايزين يشتغلوا. اصل العيال بتوع الشباب الجديد ده مش عارف ماله. انا عمال ابدي نفسي تبريرات. لما نيجي نعمل تحقيقات باي ذا واي، مثلا في واحد معروف انه عامل مصيبه وبنحقق مع حد تاني، فاول ما نسال الحد التاني ده وشاكين فيه كده شويه، نقول له تخيل فلان الفلاني ده سرق سرقه، قتل قتيله، مش عارف ايه. فيقول لك يا باشا ما تعرفش ظروف فيها ايه، ما تشوفوه، ما الله اعلم الدنيا والدين والبامبرز جري. في واقع الامر بقى، في كتاب كده اسمه فرود ريسك اكزامينر، دي شهاده مدقق الاحتيال. يقول لك ايه؟ الراجل ده دلوقتي هو مش بيبرر للتاني، هو بيبرر لنفسه، لان هو عنده استعداد ان هو يتحرش بكره، عنده استعداد ان هو يسرق بكره، عنده استعداد ان هو يظلم مراته بكره، عندها استعداد ان هي تظلم جوزها بكره. كان لسه يعني مدي العلقه للواد بالخرطوم امبارح ولا بالشبشب، وعايز يبرر لنفسه، فابتدى يبرر لغيره ولنفسه. دخل في دايره التبرير عشان ياخد الفلوس، لان الدنيا صعبه، عشان يضرب ويمد ايده، لان استفزني. لغايه لما يوصل لمرحله اسمها الاتيتيود بقى، المرحله الخامسه ما شاء الله. اتيتيود ده بقى الطابع. لذلك تلاقي بعض الموظفين لما بياخد رشوه، هو يقينا على فكره مش مقتنع بيعمل حاجه غلط، يقينا والله من جواه كده مش مقتنع بيعمل حاجه غلط. ليه؟ هو وصل خلاص ان ده حق مكتسب، لان هو بيبقى لسه قايم من سجاده الصلاه. هو الراجل بيبقى لسه طالع من الجامع، هي كانت لسه صايمه النهارده وكانت بتفطر وبتصلي وبتقيم الليل، بس جايبه في سيره لا اله الا الله، جايبه بتوقع ما بين كل اطراف العيله. هي ما بيهدلهاش بال لما تطلق 3 في اليوم. هي دي، ده بقى ايه؟ هي مقتنعه بقى ان هي بتعمل حاجه غلط، هتقول لك قال الله وقال الرسول، ولكنها هي عندها الاتيتيود. هي وصلت لمرحلتها، هي مش بتبرر، هي حتى مش بتتلجلج لما بتيجي تسالها او تيجي تساله، لان هو مش مقتنع ان هو بيعمل حاجه غلط فبيبررها لنفسه. لا، ده هو وصل ما شاء الله لمرحله الفطره انتكست. فبالتالي بتلاقي مثلا الحاجات اللي بتحصل بقى، مش عارف مين قتل مين، ومين تحرش بمين، ومين مش عارف ايه. فتلاقي الناس اللي هي داخله كده، انا بقى بطبقها على نفسي في الاخر عشان ما اطولش عليكم.
انا بطبق على نفسي في حياتي الشخصيه، ما انا طول ما انا ماشي، انا النهارده لو حد كسر عليا فانا اكسر على الناس كلها. طالما الناس كلها بتاكل فانا اكل. هل انا عندي التبرير؟ كلنا بلا استثناء عندنا الضغط المالي والنفسي مهما كان مستوانا الاجتماعي والاقتصادي والمالي. كلنا عندنا الحافز لاننا بشر. كلنا عندنا الفرصه اللي احنا نظلم، كلنا عندنا الفرصه اللي احنا نيجي على الناس، اللي احنا نفتري، اللي انا افتري على مراتي وعيالي، اللي انا افتري على الناس اللي معايا في الشغل. كلنا عندنا الثلاثه دول. اللي بيبقى عنده او ما عندوش بقى ويبقى انسان كويس او لا، هو اللي بيتحكم في الاثنين دول، الاثنين الاخرانيين، الا وهم الراشناليزيشن. هل انت هتبتدي تبرر؟ طب بس يا جماعه نسمعها قالت ايه، يمكن وهي بتقتله كان في مشكله. تعالى نسمعه وهو بيقتلها وهو بيظلمها كان ايه اللي حصل. لا هو ما ينفعش الناس تتبرر. ايه انت هتدخل نفسك، مش هم على فكره، انت بتدخل نفسك في دايره تبرير ما ينفعش قولا واحدا تدخل فيها. خلاص الحرام حرام، الموضوع انتهى. ما ينفعش تظلم حد، ما ينفعش تظلم حد، الموضوع انتهى. ما تدخلش نفسك اصل هي اصل هو اصل صاحب الشغل اصل الايه في الفاميلي بيزنسز يعني الشركات العائليه. بيبقى في واحد اللي هو ايه حاج محفوظ افندي اللي طلع مع الحاج عبد الغفور البرعي وما شاء الله الشركه كبرت. هو بيبقى عنده يقينا حاج محفوظ ده في بعض الشركات العائليه يقينا الشركه دي بتاعته، مش بتاعه ابن الراجل اللي طلع وبقى ماسك لي وحاطط لي في مكتب قاعد لي مش عارف ايه. انا اللي بنيت الشركه مع ابوك، فالشركه دي بتاعتي. فانا لما هاخد حاجه ولا هسرق حاجه دي بتاعتي، انا ما بسرقش حاجه، دي بتاعتي اصلا. ودي مشاكل كتير في الشركات العاليه، من ضمنها ايه التبرير. ابطو انه وصل لايه للاتيتيود، وصل ان هو بقى عنده طابع، هو مش مقتنع ان بيعمل حاجه غلط اصلا، مش مقتنع ان هي بتظلم حد، مش مقتنع ان هي لما طلقت فلانه من فلان ان هي ظلمتها في حاجه انا ما قلتلكيش تعملي، مش مقتنع هو لما ظلم مراته ولا قتل مراته ولا ظلم عيالها ولا هي ما حرمته من عيالها ولا ما هو حرمها من عيالها بيبرر. بتبرر ايه؟ بتبرري ايه؟ الموضوع انتهى. ما تدخليش في التبرير شويه، على فكره الفكره هتنتكس وهتبقى في الاتيتيود. يبقى احنا عندنا تحديد مسؤوليه ومحاسبه بشفافيه وعداله. لو دول مش موجودين اللي احنا قلناهم المره اللي فاتت، لو دول مش موجودين بالتالي ايه اللي هيحصل؟ هيبقى في ضغط مالي ونفسي. خلاص ما انا اللي خلقت، انت كصاحب عمل دلوقتي، انت كرب بيت، لو ما عندكش المسؤوليه، محدد المسؤوليه وبتحاسب بشفافيه وعداله زي ما شرحنا التفصيل المره اللي فاتت، هتخلق ايه؟ هتخلق اول حاجه في الفرود ريسك فاكتور، هتخلق الضغط المالي والنفسي. وكلنا عندنا حافز وكلنا هيكون عندنا فرصه حط عليها. لو احنا بررنا ابتدينا ندخل في دايره التبرير هنعمل كل حاجه غلط ممكن تتخيلها. وما شاء الله لو وصلنا للاتيتيود احنا هنعمل انيل من الغلط، لان احنا مش مقتنعين اصلا ان احنا بنعمل حاجه غلط. هذا وبالله التوفيق.